هاي يا حلوين، النهاردة هنعمل أعمال يدوية للشتا. للفكرة الأولى هنجيب علبة برفان وهنبدأ إننا نقص الوش بتاعها، بس مش هنرميه، هنخليه جنبنا هنعمل بيه حاجة تاني. بعد كده ابتديت أشوف الجنبين، لقيت واحد فيهم معدول واحد مقلوب، فقلبت التاني علشان يمسك الأطراف كويس. بعد كده لزقت كل حاجة بالشمع. وفي الخطوة اللي بعد كده هحط الشمع في العلبة من تحت، وبعد كده هبدأ اني اثبته في نص اللوحة السودا دي. وبعدين ابتديت اني اقص الحواف علشان نكون معايا مربعات في الزوايا، بس الكاميرا فصلت مني هنا ومكنتش واخدة بالي، فانا هحط لكم صورة توضيحية دلوقتي. المربعات اللي عليها الاسهم هي اللي هنتنيها جوه العلبة ونلزقها بالشمع. بعد كده هنجيب وش الكرتونة ده ونغلفه بورقة سودا ونحطه في ارض العلبة من تحت، وكده بقت جاهزة معانا لاننا نحط فيها مفاتيحنا وادواتنا او اكسسواراتنا. وللتزيين هنحط لها خيط الخيش من الحواف نلزقه بالشمع علشان نديها ثيم الشتا اللي هيكون لايق مع باقي الحاجات اللي هنعملها. ودي الفكرة التانية اللي الكاميرا مصورتش منها اي حاجة، فانا هشرح لكم دلوقتي انا عملت ايه. غالبا في اي علبة برفان بنلاقي جواها الكرتونة البيضة دي اللي بتكون نفس حجمها بالظبط، بس ملهاش وش وليها ارضية من تحت، فانا خدتها وغلفتها كلها بورق اسود زي كده، وبعدين عملت لها زوايد من تحت علشان اغلف الارضية كمان، وحطيت عليها وشي تيب ذهبي علشان يكون لايق مع ثيم الشتا كمان. وبس كده بقت جاهزة نحط فيها مشروبات الشتا. الفكرة اللي بعد كده هنجيب كشكول وهنجيب حتة من ورقة كرافت، هنجيبها بمقاس اكبر من الكشكول بشوية. بعد كده هنمسك الورقة وهنكعبشها كده في بعضها علشان نديلها يعني جو ان هي تكون قديمة كده. بس هنبدأ بقى نفتحها تاني بالراحة من غير ما تتقطع ونفردها كويس، وبعدين نبدأ اننا نلزق الكشكول في الورقة. انا لزقتها كلها بالشمع من جوه كمان وزينتها. بعد كده جبت شوية قهوة ودوبتهم في نقطتين مية، قلبتهم كويس عشان يدوبوا، وبعدين ابتديت اني انقط بيهم على الورقة على الكشكول يعني، بس مكنتش عارفة ازاي ارسم البقع، فقعدت ارسم اشكال عشوائية كده، بس يعني دي تريك حلوة قوي علشان تدوا للحاجة مود قديم كده. طيب احنا قاعدين بنعمل ايه كل ده؟ احنا بنعمل كشكول الامتنان. كشكول الامتنان مش هعرف اتكلم عنه في الفيديو ده عشان ما يطولش، بس هعمله فيديو تاني. بس اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان الكشكول ده يخلينا نشوف حاجات كتير حلوة في حياتنا تخلينا نشكر ربنا عليها، والشكر ده من اكبر النعم اللي ربنا انعم بيها علينا. ما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وده كده شكله بعد ما القهوة نشفت وكتبت عليه الامتنان، وبوريكم ان دي ورقة كرافت قصتها بشكل عشوائي ولزقتها، ومن فوق كده حطيت ستيكر 3D، ومن ورا حطيت ستيكر مراسيل ومعاها طابع وردة من تحت، وبس كده. وده ستايل تاني للتزيين لو عايزين تعملوه. حطيت ورقة كرافت في النص وحواليها لزق، وبعدين جبت خيط الخيش ولزقته بالشكل ده، وحطيت من فوق ستيكر 3D بشكل وردة برضو يليق مع اللزق اللي انا حطاه، ومن ورا حطيت حتة من اللزق اللي فيه وردة. متنسوش لو طبقتوا حاجة من اللي عملناها النهاردة تنزلوها على جروب ابدع مع شهد، واستنوا الجزء التاني من اعمال يدوية للشتا. باي.